السلام عليكم اخواتي. اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا خبز مقلي كيجي رطب وهشيش. مقادير بسيطه، كيوجد في واحد الوقت اللي هو قلي، كيجي ناشف ما شربش الزيت. غنحتاجو فيه 5 الكيسان ديال دقيق الفرص، معلقه كبيره السكر، معلقه كبيره تخميره الخبز، ومعلقه كبيره ديال الحليب بودره، 2 معالق كبار ديال الزيت، قل من نص معلقه صغيره ديال الملح. غنسمو بساشي ديال الفاني، وغادي نجمعو بالماء الدافي. غادي نحتاجو 2 كيسان ونص ديال الماء الدافي. العجينة تكون رطبة كتلتصق في اليدين، نخليوها تخمر للمرة الأولى، نشكلو منها كريسات ونغطيو عليهم ونخليوهم شوية يطلقوا. وغادي نقرصوهم ونخليوهم يخمروا المرة الثانية حتى يتضاعف الحجم ديالهم. وغادي نقليوهم في الزيت. انا كيعجبني نقلي هاد الخبيز في مقيله اللي هي صغيره باش ما نضيعش واحد الكميه كثيره ديال الزيت. كيجي ناشف وكيجي رطب ريشه. فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوهم وبصحة وراحة. أخواتي زوروني في قناتي طبخ وحلويات سلمى، والسلام عليكم.